التربة مش بس تراب، ده عالم مليان بالميكروبات اللي بتتحكم في صحة الأرض. لكن التغيرات المناخية بتغير كل حاجة. تعرف ازاي ده بيأثر على الميكروبات؟ دي ابسود 26 من سلسلة العلم بيقول ايه، كل يوم تلات الساعة 3. خلونا نقول ان الميكروبات اللي في التربة هي المسؤولة عن تحلل المواد العضوية، تثبيت النيتروجين، وتحويل العناصر الغذائية للنباتات. يعني هي العمود الفقري لصحة التربة. لكن مع التغيرات المناخية، خصوصا في ارتفاع درجات الحرارة، تغير معدلات المطر، قلة الجفاف أو الرطوبة، البيئة بتتغير سلبيا. مثلا زي ارتفاع درجات الحرارة بيأثر بشكل كبير على نشاط ميكروبات التربة، في نفس الوقت بيضغط على أنواع تانية مش قادرة تتحمل الحرارة العالية، وده بيقلل من التنوع الميكروبي في التربة. كمان التغير في أنماط الأمطار بيأثر على توازن الرطوبة، وده مهم جدا لأن الميكروبات حساسة جدا للرطوبة. كمان جفاف التربة بيقلل من نشاطها. الرطوبة الزايدة ممكن تسبب نقص الأكسجين في التربة، وبالتالي موت بعض الميكروبات المفيدة. النقطة المهمة بقى إن التغيرات دي ممكن تأثر على دورة الكربون والنيتروجين في التربة، وبالتالي بتأثر على خصوبة التربة والإنتاج الزراعي. باختصار، التغيرات المناخية بتشكل حتى تحدي كبير على أصغر الكائنات اللي ممكن تكون موجودة في أعماق الأرض. ده بيأثر كمان على صحة الأرض، إنتاج الغذاء اللي بنعتمد عليه. خطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.